خبر وفاة الفنان محمد رمضان 2020 والحقيقة كاملة. تصدر خبر وفاة الفنان محمد رمضان محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك مجموعة من الصور للنجم المصري، وغرد النشطاء بأن الفنان قد توفي صباح اليوم في منزله، ليكشف مصدر مقرب من الفنان حقيقة الخبر المتداول. نفى مصدر موثوق خبر وفاة النجم محمد رمضان يوم 9 أكتوبر 2020 كما أشيع بين بعض النشطاء اليوم، مشيرا إلى أن الفنان يتمتع بصحته الكاملة ويستعد لتقديم عمل جديد، ولم يفصح المصدر عن اسم العمل. يشار إلى أن الفنان محمد رمضان من مواليد يوم 23 مايو 1988، هو ممثل ومغني يحمل الجنسية المصرية، ولد في مدينة قنا، انتقل إلى محافظة الجيزة ليلتحق بمدرسة السعيدية الثانوية. كانت بدايته مع كرة القدم، ولكنه قرر أن يستكمل مسيرته التعليمية حتى التحق في المعهد العالي للفنون المسرحية. تزوج محمد رمضان مرتين، الزوجة الأولى كانت في سنة 2008 وانفصل عنها في عام 2012 ليقوم بالزواج مرة أخرى في عام 2012 من نسرين عبد الفتاح، وهي زوجته حاليا. يبلغ محمد رمضان من العمر 32 عام. قدرت ثروته في عام 2018 ب 120 مليون جنيه مصري. كانت بدايته في عام 2004 وقدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، كما استطاع منذ بدايته تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة.